مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بإذن الله راح ندير معكم بقلاوة تركية بالطريقة الأصلية. أول حاجة نجيب هنايا 500 غرام نتاع كاوكاو بالقشور، نحطه في البلا وندخله للفور حتى يتحمر لي، من بعد نقشره ونرحيه كما راهو باين خشين. بالنسبة لاباطا فيلو هذه هي اللي خدمت بها، لكن يعني عذبتني بزاف باسكو كانت مقطعه بزاف، على بها درت زوج ورقات فوق بعضهم. اذا كان لاباطا فيلو تاعكم كي حليتو شكاره لقيتوها ماشي مقطعه، استعملوا ورقه واحده. نرش عليها هنايا شويه تاع مارغرين كما راهو باين، ونحاول نوزعها على الورقه كامله. الرشه هنايا كميه مليحه من الكاوكاو، كما قلت لكم هما راهم يستخدموا البيستاش، انا حبيت نديرها اقتصاديه على بها درتها بالكاوكاو. الرش كميه من الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو تاعي بعد ما رحيته راني فوتته في السيار، يعني هذاك الرقيق تاعو كامل نحيته ونزيرها كما راهو باين. نحطها هنايا، يعني اهم مرحله في البقلاوه التركيه انه لازم تكون مكمشه بزاف. اذا كان ما كمشتوهاش يعني ما تجيش كما تاعهم. نعاود معكم هنايا ورقه واحده اخرى كما راكم تشوفوا راني مدوب ليا الورقه، نرشها بلا مارغرين نوزعها على كامل الورقه وندير كميه مليحه نتاع الكاوكاو. اذا كان حبيتوا تعوضوا الكاوكاو بالبيستاش وديروها بالطريقه الاصليه 100% لكم الاختيار. بالنسبه للكاوكاو راه ما فيه حتى اضافات، يعني غير الكاوكاو تقليوه وترحيوه تنحيوا له الرقيق وتخدموا به مباشره. اذا كان درتوا البيستاش نفس الشيء. بعد ما كملت البلا تاعي كامل نجي هنايا باش نزيد ندير له من فوق لا مارغرين، خاطر اذا كان ما درتولهاش من فوق راح من بعد تتكسر لكم كامل وما تقدروش تطيبوها اصلا. ندير هنايا كميه مليحه. بالنسبه للتقطاع قطعوها كما بغيتو. انا هنايا بالنسبه للجوانب نقطعهم هما الاولين خاطر ما يكونش فيهم بزاف الحشو، ونقطع الحبات يبقى الحجم نتاع الحبه على حسابكم. ندخلها باش نطيبها في فور اللي كنت مسخنته على درجة 180 درجة. نطيبها من تحت كي نشوفها حمارت نزيد نشعل لها من فوق تحمر، ومن بعد نخرجها وهي سخونة نعسلها، يعني العسل ما زدت له حتى زغبة وما سخنتوش. البقلاوة تاعي راهي سخونة والعسل بارد فقط. يعني كملاحظة أنا ديجا درتها بالشربات، يعني طيبت السيرو في الدار ودرت بها، لكن ما تبقاش محافظة على القرمشة تاعها المدة طويلة، نهار ولا يومين تبقى محافظة لكم، بصح من بعد تولي طرية. لكن إذا كان استخدمتوا العسل يعني اللي يتباع في الحوانت راح تبقى لكم مقرمشة بنفس القوام لمدة 10 أيام. يعني أنا المرة اللي فاتت درتها وبقات لي 10 أيام بقات بنفس القرمشة اللي كانت. بالنسبة للتزيين انا درت من فوق كاوكاو هذا اللي يكون ملون بالاخضر. انتم اذا كان درتوها لداخل عمرتوها بالبيستاش من فوق ديروا لها تزيين بالبيستاش. بعد ما نكمل البقلاوه تاعي نعسلها مليح نحطها يعني في جهه ونخليها ليله كامله، ما تمسوهاش ما تنحيوهاش من البلا تاعها، خليوها حتى تشرب هذاك العسل تاعها كامل. هنايا بعد ما فاتت الليله كامله انا هنايا قطعتها كما راهو باين، يعني عاودت لها غير تقطع. حبيتو ديروها في ليكيسات كما هكا، حبيتو تحطوها بالطريقه الاصليه تاعها يعني غير في البلا عادي ما ديروا لها حتى حاجه. يبقى لكم الاختيار لكم انتم. هذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم. نتمنى انه تكون خفيفه عليكم، نتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم. اذا كان عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالدعم تاعكم اكيد بالجيم والبارطاج. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله وبسلامه.